هادو كاملين السي اخنوش كخصك والسي اخنوش باش يخرج حتى هو ويجبيب حتى هو ويهضر. لا وشنو وقع وشحال رجع وشحال بقاو القاصرين، راه عطاو ارقام. الى دخلات واشنطن في هذا الملف حتى هو ديال السبته ومليليا، فاسبانيا غادي يولي عندها مشكل كبير، وكذلك انها ما قدراتش تدخل الناتو في هذا المشكل اللي غادي نقولوا عندها مع المملكه المغربيه اللي كيخص السبته ومليليا، المدينتين المغربيتين اللي هما محتلهم اسبانيا بطبيعه الحال. تفضل مراكن كازابلانكا ومن بعد غادي نرجع للرجل الذي والسي خالد. تفضلوا اخواني تفضلوا. الدوله المغربيه الحمد لله برجالتها وبامنها ومخابراتها ما كتسناش يجي اخنوش او يجي فلان او فلان وفي العطله الصيفيه وما الى ذلك، لان تما فيك تعرف السياسه المغربيه والامنيه بالخصوص. من تبنى الطرح وزاره الداخليه، وكان بامكان سي اخنوش يقطع زعما نقولوا هذيك مساله الاجازه ديالو ويطلب اجتماع ويشوف ماذا ويدرسوا وما الى ذلك، ويكون بجانبه وزير الداخليه وما الى ذلك. ولكن حنا ما غنتسناوش حتى يجيو عندنا، لانهم كما قلنا راهم دابا اوت غارقين في السباق الانتخابي وغاديين في صمت. ما كتلاحظوش كاين واحد الصمت شويه وغيخرجوا. دابا هما غارقين باجتماعات ما بيناتهم، ولكن القضيه الوطنيه رقم واحد اللي دابا خرجت لينا واللي هي كتداول في الاعلام الدولي وكنشوفها كل نهار كتطلع في اورو نيوز، هنا قسما بالله كل نهار مازال داك الاتحاد الاوروبي ضاغط كيتسناو غير عليا شي يركبوا الموجه تاهم. وسي اخنوش باش يخرج حتى هو ويجبيب حتى هو ويهضر. لا ما كاينش الوقت. باش كنعرفوا حنايا يعني انا ما يمكنش مثلا استاذه نقول الحكومه، لان لو بغيت ننتقد الحكومه كامله وعلى راسها اخنوش في التوقيت هذا فسي ترو طار. فات الاوان صافي، ما بقى لهم عده ايام والمغاربه مقبلون على الانتخاب وغيديروا لنا حصيله. شنو غيزيدونا كاع؟ إلا داك لو جيست. المغاربه كانوا بغاو لو جيست، فهمتيني؟ هذا ما كان ونعرفوا، لان اذا درتي شي اجتماع حكومي راه غيكونوا وزارات تما، منهم وزاره اللي خالت الاقتباله ديال التضامن والاسره، ونعرفوا هذا الشيء فين غادي، وغيعطيو حتى هما ارقام اللي غياكدوا. كذلك وزاره الداخليه ملي كتعطيك ارقام وكتزيد تاكد لك عدد الضحايا مساكن وعدد العابرين وشنو وقع وشحال رجع وشحال بقاو القاصرين، راه عطاو ارقام. هادو كاملين السي اخنوش كخصك دير نتايا واحد الاجتماع ما فيها باس وتعرف وتخرج للاعلام المغربي ونعرفوا هادشي، نعرفوا شنو وقع. ولكن قلت لك كون كان المغرب واقف على اخنوش او فلان المغرب ما وقفش على هادشي. داكشي اللي شفنا حنايا البلاغات جات من وزاره الداخليه مباشره لتكون هو الاعلان الرسمي لما وقع، الاعلان الرسمي، لان سابقه بزاف ديال اش غنقولوا الخروقات او الركوب على الموجه والاعداء. راه قلت لك قبيله القنوات العربيه قبل ما يخرج البلاغ ديال وزاره الداخليه شفتي شحال عطاو ديال الضحايا وداك الشيء، وفي عين المكان ونحن وضخموا وداك الشيء كأن غزه كأن شيئا ما، يعني وزعزعوا العالم تفاعل والعالم عرف ودزنا في كاع القنوات. يعني هذا خطير بالنسبه للاعلام الخارجي، راه هو العدو ديالنا. ما يمكنناش حنا المغرب ما يمكنش يمشي يسد لهم فمهم. كاش انا نمشي لقطر نسد لها فمها ونسدوا ديك اللي هذا لا يعقل. هما دايرين لينا في وسط فرنسا، وفرنسا دابا عندنا علاقات جيده مع المملكه المغربيه، وفرونس 24 التي يمولها الجزائريون وفرنسا هما حالين علينا حتى هما دايرين بحال الاعلام الجزائري كل نهار زائد المؤثرين العرب بطبيعه الحال، بحال كما خرج هذاك معتز مطر وما الى ذلك، ويزيد. انا هادشي كامل كنشوفوه، ماشي غير انا، حتى المغاربه كاملين كيشوفوه. غير البارح نهار الخميس خرجت واحد الحلقه ديال اكبر مؤثر اللي كان مطرود مصري وهو هذاك عبد الشريف،
وشوفي شنو قال على النظام الملكي المغربي، لانه حتى هو متبع واحد الايديولوجيه. يعني بغيت نقول لك استاذه، كل شيء تيبغي يركب على الموجه، علاش سبحان الله العظيم المملكه المغربيه وقف عليهم في حلقهم. ولذلك راه جلاله الملك اليوم الانتخابات هذه راه غتصرى عليهم وزاره الداخليه. يعني انا ادعو المغاربه ان ينتخبوا، وغادي تكون ان شاء الله داكشي اللي بغاو، لان خصنا كل المغاربه عندنا واحد الوسيله الضغط، لدينا صوت، خصنا نصوتوا بكثافه باش يكون عندنا واحد الضغط، باش هذاك الناس اللي حنا كنعرفوهم غادي يخدموا هما اللي غادي يكونوا وكذلك هو مثال. وحتى هما يمشيو ليس كما قال جلاله الملك يمشيو بسرعتين، يمشيو بسرعه واحده. يعني غادي مع التنميه الاجتماعيه ومع المشاريع الملكيه وما غدا ليه الدبلوماسيه الملكيه، ما يمشيوش وما يعودش على عكس التيار كبعض الاحزاب الان التي تخرج بخرجات وليس لديها تصاريح لاجل نصره دوله ما، وهذا عيب. احنا هنا ولا لهيه وما الى ذلك. استاذه شكرا، وادخل الكلمه للاخوان. شكرا لك سي سليم.